ازيكم عاملين ايه؟ معاكم منى من اسوان، وفيديو جديد عن وصفة سمعنا عنها كتير الفترة دي، وهي وصفة الفنانة فريدة سيف النصر. وبما انك ما عندكيش وقت تدوري على الوصفة دي وبتبحثي على النت عن فوائدها، دورتلك وجبتلك الزيوت دي عبارة عن ايه، وكل حاجة استخداماتها بنستخدمها ازاي، وازاي ننفذها بسرعة، وانا اول واحدة فيكم هنفذها معاكم. الوصفة مش لازم يكون عندك مرض في شعرك عشان تستعمليها، اعمليها لزيادة اهتمامك بشعرك، اعمليها واديها لصحابك. الوصفة هي زيت الخردل، واللي بيحفز نمو الشعر عن طريق تدليك فروة الراس، فبيعمل على زيادة تدفق الدورة الدموية، وكمان بيقلل من ظهور الشيب المبكر، وبيمنع تساقط الشعر. بعد كده معانا الخل الأبيض، ودوره إنه بيحافظ على توازن الرقم الهيدروجيني للشعر، وبيخلي الشعر أكتر نعومة ولمعان. موضوع النعومة ده هكلمك عليه شوية، بس استني معايا. بيقلل كمان من القشرة والحشرات بتاعة الشعر، وبيحافظ على صحة فروة الراس، وده بيخلينا نتخلص من الخلايا الميتة وبقايا منتجات تصفيف الشعر. طبعا في منكم اللي هتكون قلقانة من الخل، هو في الأول وفي الآخر ازاي هيخلي الشعر ناعم؟ احنا هنضيف مقدار الخل ده ربع الكمية، يعني لو زيت الخردل اخدت منه كوباية، الخل هيبقى ربع كوباية. وبما انك حطاه مع الزيوت فما تقلقيش من حتة انه ممكن يخشن شعرك، وكمان عشان محدش يقولك ان فروة راسي التهبت، فاحنا عشان كده قللنا الكمية بتاعته، بس صدقيني هو مفيد جدا لشعرك. ندخل بعد كده على عسل النحل، وفوائده للشعر انه بينظف بقى الفروة، وبيقضي على اي حكة في فروة الشعر، وبيرطب الشعر زي ما سمعتيني كده يا اللي خايفة من الخل، وبيعزز من نمو الشعر، وبيحفزه ان الشعر الجديد يبقى طالع قوي، وكمان بيقضي على التقصف. والتقيل بقى هو زيت البصل. ايوه، في حاجة اسمها زيت بصل، ولو مش لقيتيه يا ست البنات هاتي بصلايه كده كبيرة وفوميها، وخدي العصير بتاعها وحطيها على الوصفة يوم ما هتعمليها عشان يكون طازة. بيعمل ايه بقى يا ست الكل؟ الزيت ده مثبت لتعزيز نمو الشعر، وكمان بيمنع التساقط، وبيحسن دورة نمو الشعر بشكل فعال لوجود مضادات أكسدة، واللي بتعمل بشكل خاص على تعزيز عمل بعض الأنزيمات اللي دورها إن هو بيمنع تساقط الشعر. ندخل بعد كده على اخو الشقيق للبصل وهو الثوم، نفس الحوار، في منه زيت، ولو ما لقيتيهوش ركزي معايا كده، هنجيب 5 فصوص منه ونهرسهم وناخد المية بتاعتهم في اليوم اللي هنعمل فيه الوصفة عشان تكون طازة. الفوائد بتاعته بقى عدي ورايا يا ست الحبايب: مضاد للأكسدة، وفي مغنيسيوم وحديد وفوسفور. يعني ايه بقى؟ مش مجرد هيقوي الشعر، ده كمان هيخلصك من القشرة، وبيطول الشعر، وزيادة كثافة الشعر، وده لاحتوائه على الكبريت والسيلينيوم، ودي عناصر فعالة بتساعد على زيادة كثافة الشعر والوقاية من التساقط. اخر حاجة دي بقى هتكون من عندي، وهو زيت القرنفل. ده تحفة بجد عن تجربة شخصية. حطيه على الشامبو وشوفي شعرك ازاي هيكون حيوي ونظيف، وكله كده انت عايش، وبيحسن كمان من نمو الشعر. يبقى الوصفة بقى كلها كده على الآتي مقدار متساوي من الآتي: زيت الخردل، زيت الثوم، زيت البصل، وزيت القرنفل، وعسل النحل. لو أخدنا من كل واحد منهم كوباية، هنجيب ربع كوباية للخل الأبيض. ولو مفيش بصل اللي هو زيت البصل أو زيت الثوم، زي ما قلت لكم في أول الفيديو إن احنا هناخدهم ونهرسهم وناخد المية بتاعتهم، وده يوم الاستخدام. يا رب الوصفة تعجبكم وشاركوها مع كل اصحابكم، وبجد هتفرق جدا في شعركم. مع تحياتي، ولو وصلتوا للجزء ده من الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، ومع السلامة.